عندك فلوس مقطعين، محروقين، موسخين او مكتوب عليهم بستيلو؟ بقى معنا في هذا الفيديو على صفحتكم اجي تفهم البنك باش تعرف كيفاش تبدل هذه الورقه الماليه بورقه جديده نقيه كتساوي نفس القيمه ديالها او على الاقل جزء منها. طبعا في التعامل اليومي ديالنا بالفلوس كيطيحوا في يدينا اوراق ماليه مكرفصه وموسخه، ومع ذلك فهي مقبوله من طرف الجميع، حيث في اخر المطاف ملي كناخذوها للبنك من اجل الايداع فهي مقبوله وكتسمى بيي ميتولي، اللي البنك حتى هو ما كيعاودش يردها للزبناء، وانما كيعزل هاد الاوراق الموسخه وكيصيفطها لبنك المغرب بشكل منفصل باش ما تعاودش ترجع للتعامل بين المواطنين. اذا فالنقود الموسخه او المكتوب عليه بشكل بسيط يمكن لك تبدلها لدى اقرب وكاله بنكيه في المدينه ديالك، وإلا رفضوا بحجه ان الورقه الماليه موسخه بشكل كبير او عامره بالسكوتش فغادي تعتبر بحالها بحال الاوراق الماليه اللي مقطع منها جزء صغير او كبير. واللي مكلف بتغييرها للمواطنين هو بنك المغرب، واللي حتى هو وضع مجموعة من الشروط اللي لازم يتوفر في الورقة المالية قبل ما يبدلها لك. أولا لابد تكون من بين الأوراق المالية المتداولة حاليا في المغرب، يعني ما يمكنش أنه يبدل لك 5 دراهم ديال 1970. ومن بعد تأكد أنها ورقة صالحة. في حالة كانت غير موسخة ومكرفصة لكن ما مقطع منها حتى شي طرف فغادي يبدلوها لك في الحين بورقة أخرى جديدة كتساوي نفس القيمة ديالها. لكن إذا كانت مقطعة لابد أنهم يخدموا معك المسطرة، واللي هي كالتالي: إذا كانت مساحة الورقة أو جزء منها كيساوي أو كبر من ثلثي مساحة الورقة قبل ما تكون مقطعة فغادي يعطيوك ورقة جديدة بنفس القيمة. وإذا كانت المساحة أقل من ثلث لكن أكبر من أو تساوي الخمس فغادي يعطيوك ورقة مالية جديدة تساوي نصف قيمة الورقة اللي عطيتيهم. وإذا كانت المساحة ديالها أقل من الخمس فبلا ما تعد براسك تمشي حتى لعندهم، حيت المقابل ديالها هو 0 درهم. الوثائق المطلوب منك تدلي بها لدى بنك المغرب هي البطاقة الوطنية، وهما غادي يعطيوك وصل الاستلام بعد تبديل الورقة المالية في عين المكان. بنك المغرب متواجد حاليا في 20 مدينة مغربية. وكنصيحة أخيرة من صفحة أجد فم البنك، إلا كان بنك المغرب بعيد عليك ما تنساش دير حسابك شحال غادي يعطيوك مقابل هاد الورقة المقطعة. لا تصدق خاسر 100 درهم في التنقل غير باش تجيب 50 درهم نقية. المعلومات اللي تشاركنا معكم في هذا الفيديو مأخوذة من دليل الأوراق البنكية المتلفة الخاص ببنك المغرب، واللي غتلقاو الرابط ديالو في التعليقات. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.